السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جماعه اعمل لكم طريقه فراخ محشيه جميله جدا، لذيذه جدا، سهله جدا. بالتقريب يعني انا مش عايزاها تبقى بيضه، اللي هي الرز لما نحشيه يبقى ابيض والبصلايه وشويه ملح وفلفل اسمر. لا، احنا هنغير النهارده بطريقه خفيفه ولذيذه وبسيطه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. ادي الفرخه اهي، طبعا لازم نكون منضفينها حلو زي ما انتم شايفين، وغسلينها حلو من الزفاره. وادي ايه، طبعا لازم عشان هنحشي من جوه زي ما انتم شايفين كده، لازم تبقى مفتوحه للاخر. تمام، تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه في الرز. اهو دلوقتي يا جماعه هنجيب الرز بقى، انا غسلاه وصفيته خالص من الميه، شايفين صفيته من الميه ليه بقى؟ علشان الزيت والسمنه ما يقعدوش يلزق فيهم، بيروح جاي مكرمش كله في بعضه كده الرز، و عقبال ما يستوي ياخد وقت. فانا بصفيه عشان الميه دي ما تلزقش الرز في بعض. دلوقتي زي ما انتم شايفين حطيت سمنه وزيت مع بعض اهو. تمام، هنحط بقى الرز اهو. هنقعد بقى نقلبه مع بعض لغايه ما يدي لون ايه، اصفر. ده الروتين بتاعي على فكره يا جماعه. النهارده انا عامله لهم النهارده صينيه بطاطس، وعامله لهم الفرخه المحشيه دي وشويه رز. هنقعد نقلب فيه مع بعض لغايه ما يصفر. اول ما يصفر هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. اهو يا جماعه شكل الرز اهو، انا عايزه اللون ده كده المحمر ده، ماشي. طبعا هنحط عليه ايه؟ هنحط عليه شويه بهارات هتبقى جميله. تمام، تعالوا بقى نشوف هنحط عليه بهارات اهو. ادي يا جماعه بعد ما حطينا الرز هنحط الرز زي ما انتم شايفين كده اهو. انا مش حاطاه على النار، انا قلت اوريكم علشان ما يسمرش لونه ما يغمقش، ماشي. اهو محمر وشكله جميل اهو. هنحط ايه بقى؟ هنحط شويه توابل زي ما انتم شايفين. التوابل ايه بقى؟ ادي ملح، ادي قرفه، ادي كاري، ادي فلفل اسمر، ادي بهارات سبعه. هنحطهم كلهم مع بعضهم، وممكن نحط لورا كمان مفيش مشكله، انا عندي لورا ماشي. عايزه تحطي حبه نحطي، ماشي. اهو تعالوا بقى نحطهم هنا اهو على النار اهو. هنقعد نقلب فيهم شويه كده عشان الريحه تطلع. اهو هنحط بقى ايه؟ هنحط كوبايه ميه، يا دوب كده الميه تبقى قد الرز، ماشي. اهو اهو هنكمل بقى شويه الميه بس كده اهو. الميه قد الرز اهو. اهو هندوق طعمه نشوف ايه الملح بتاعه اخباره ايه. جميل جدا جدا جدا، والريحه تحفه والطعم جميل جدا. خليكم معايا لغايه ما يستوي هوريه لكم. وبعدين ادي يا جماعه الرز بعد ما استوى، شايفين لونه. وحطيت طبعا ورق لورا زي ما قلت لكم، بس انا هشيله عشان لما اجي احشي ما يعكسنيش، لان مش هدخله جوه الحشو طبعا، ماشي. انا دايما احب اخد الطعم بتاعه واروح شايله ورميه بقى وخلاص على كده اهو، ماشي. وادي الرز اهو بعد ما استوى اهو اهو، جميل جدا جدا اهو، ماشي. يلا بقى تعالوا نحشي مع بعض اهو. هنحط جوه، انا حاسه خايفه يكون الرز سخن فمش عايزه احط ايديا فيه. احاول كده اجرب. لا كده كويس. تعالوا بقى نشوف كده اهو اهو. هتحشي عند الوريك كده اهو. التاني الرز جميل جدا 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 وطري. شايفه انا بدخله فين لغايه رقبه الفرخه اهي اهي. تمام، اهو. هندخلها جوه البطن شويه الرز الباقيين اهي. شكلها متساويه اهي. خلي بالكم عايزين تحشوا بط، عايزين تحشوا حمام، عايزين تحشوا فراخ، بقى بالطريقه دي جميله جدا جدا جدا. معلش يا جماعه، طبعا في خطوه مهمه جدا انا نسيت اعملها. انا
معلش اعذروني عشان انا كنت مستعجله، كان عندي باب بيخبط ومدرسين ولادي وكده، معلش انا استعجلت. فدي بصوا احنا لازم نقطع بصله زي ما انتم شايفين كده على الرز وهو بيستوي. انا مفيش مشكله، انا هحط الرز ايه جوه الفرخه اهو، مفيش اي مشكله، بس يا ريت تحطوه الرز وهو بيستوي على النار اهي. انا وزعت البصله خلاص كده تمام. ماشي، هنحط شويه الرز الباقيين بقى ايه في بطن الفرخه زي ما انتم شايفين. تمام كده، نحط جوه شويه على فكره. اليوتيوب عامله كوبايه بس هنحاول نقفلها نكتفها شكلها مش طيبه قوي، بس انا ايه بدخلها. نحط البصل اهو تمام كده. تعالوا بقى نشوف هندخلها على النار ازاي يا جماعه. اهو زي ما انتم شفتوا انا حشيت الفرخه، ادي البصل وادي البطاطس. حطيت شويه بصل وبطاطس في الصينيه من تحت عشان الفرخه ننيمها عليها. حطيت شويه ملح عليها، عايز تحط شويه فلفل اسمر بس انا مش حابه الفلفل الاسمر عشان حامي جدا 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 عندي، فكانك حاطه شطه، فانا حطيت شويه ملح بس. والله يا جماعه بنتي دلوقتي وانا بتكلم بتقولي لا انا عايزه الفلفل الاسمر عشان الفلفل الاسمر حامي وهي بتحب الحاجات الشطه، فانا اضطريت احط فلفل اسمر عشان خاطرها، بس انا مش حاطه. شوفوا حاطه شعره بسيطه خالص يا شيخ اهو. ندلكها مع بعض كده وننيم الفرخه جواها اهي. ادي شكل الفرخه اهو. وهنغلفها بالسلوفان او ورق الفويل، ونغلفها بورق الفويل تمام تمام. نشوفها مع بعض. بس انا مقص، ادي المقص يسويها حلوة جدا اهي اهي هنطلع على الفرن زي ما انتم شايفين. ماشي، هنحطها بقى في الفرن. سيبها بقى لغايه ما تستوي ونطلع. طلعت الفرخه اهي من الفرن، هنشوفها بقى مع بعض. ماشي اهي شكلها. طبعا حطيناها على الشوايه شويه تاخد شكل ولون، حته سمنه عليها شويه زيت وخلاص على كده. شوفوا الرز جميل ازاي، شوفوا الرز مفلفل ازاي اهو اهو. الرز مفلفل خالص اهو ماشي. وهي طبيعي الحال بتنزل ميتها. انت لو حابه تعملي شويه بطاطس جوه الخلطه دي من تحت في الصينيه هتستوي على طول معاكي. بس انا مش عامله بطاطس، انا عامله بطاطس عادي في صينيه تانية عادي، بطاطس عاديه خالص ماشي. فاهي زي ما انتم شايفين الرز اهو اهو طري وشكله جميل جدا. وادي شكل الفرخه اهي زي ما انتم شايفين. وممكن تحطي شويه ميه تحت، هي بتنزل ميتها، بس ممكن انت تحطي شويه ميه كمان نص كوبايه كده وهي هتنزل ميتها زي ما انتم شايفين. تمام. ان شاء الله نتقابل في فيديو تاني بفضل الله. ولايك يا جماعه واشتراك للقناه، مستنيه منكم اشتراك. السلام عليكم ورحمه الله.